السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. زي ما قلت لكم النهاردة وصفتنا فاخر من الآخر. هنعمل مع بعض الطاجن القمر ده من غير لا لحمة ولا فراخ، وبجد من حلاوته مش هتبطلوا تعملوه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنحتاج لوصفتنا حبايتين من البطاطس. أنا قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم مكعبات وهنسلقهم. أما الحشوة بتاعتنا فهنجيب قلاية وننزل فيها ب3 معالق من الزيت. هننزل عليهم ببصلاية متوسطة بشرها ناعم، وهنقلب البصلاية بتاعتنا لحد ما تدبل. بعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. عندي كمان طماطماية مقطعاها مكعبات صغيرة وخليها من البذر، هنزل بيها زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل وبسيط جدا. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا: الملح، وبسيط من الفلفل الأسمر، والبابريكا. عندي واحدة من الفلفل الرومي البارد، هقطعها مكعبات صغيرة هي كمان وهنزل بيها، بتدي وصفتنا طعم حلو. هي دي الحشوة بتاعت الطاجن بتاعنا النهاردة. هنرجع بقى للبطاطس بتاعتنا اللي اتسلقت وهنبتدي نهرسها. انا هستخدم الهراسة، اذا ما كانش متاح عندنا ممكن نستخدم اي شوكة. عايزة اقول لكم اذا حابين تعرفوا مقادير صينية كاملة تقدروا تكتبوا لي بس في الكومنت، وانا ان شاء الله هنزل لكم كل المقادير. بعد ما نهرسها هننزل عليها بالحشوة بتاعتنا اللي احنا جهزناها، وهنبتدي نخلطها. ولا اسهل من كده، الموضوع سهل وبسيط زي ما انتوا شايفين، ما بياخدش وقت ولا مجهود، والنتيجة بجد حلوة. بعد كده بقى هنجيب بولة، وهننزل في البولة بتاعتنا بواحدة من البيض بدرجة حرارة المطبخ. هننزل عليها ببسيط من الفلفل الأسمر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الحليب، وهنبتدي نقلبهم زي ما انتوا شايفين. انا هستخدم المضرب اليدوي. بعد كده هنزل عليهم بكوباية كاملة من الدقيق بتاعي طبعا نخلاه، وهبتدي اقلبهم الاول بالسباتشولا. تقدروا تستخدموا سباتشولا او معلقة، مفيش فيها مشكلة. بعد كده هستخدم المضرب اليدوي اللي هيسهل عليا الموضوع. عايزة اقول لكم ان الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه ده خليط مش تقيل ومش خفيف، فالموضوع سهل يعني. وزي ما هتشوفوا معايا هو ده القوام اللي احنا عاوزينه، قوام مش تقيل ومش خفيف. بعد كده هنجيب الطاجن وهدهنه زي ما انتم شايفين، انا دهنته بالزيت. وهنزل بنص الخليط بتاعنا ده في الطاجن في الاول، وهبتدي احرك الطاجن بتاعي كده بايدي زي ما انتم شايفين. بعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا، البطاطس والحشوة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهننزل على وش الطاجن بتاعنا ببقية الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين. ولا اسهل من كده. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا 40 دقيقة. اول ما بتاخد لون ذهبي كده من الاجناب بنطلعها، علشان ننزل بقى على وشها كده بميكس جبن قمر زي ما هتشوفوا معايا. انا نزلت عليها بجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، بجد هيدوها طعم حلو قوي. كمان ممكن ننزل على وشها زي ما هتشوفوا معايا كده بحبه البركه، وهنرجع تاني ندخلها الفرن بتاعنا. تاخد معاه تحت الشوايه دقيقتين بس، لازم نهدي الشوايه بتاعتنا، مهم جدا. وكده هتكون جاهزة معانا. بتمنى الفيديو يعجبكم. ياريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. واستنوني فيديوهات جاية كتير، وياريت أعرف رأيكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.